السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. وصفتنا لليوم هي السلطة اليونانية. السلطة اليونانية معروفة بكل العالم، ومن ألذ وأطيب أنواع السلطات، وسهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة. تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير السلطة اليونانية رح نحتاج خسة كبيرة أو 4 خسات صغار. أنا للأسف ما متوفر عندي خس كبير، فرح استعمل خس الصغير. وعندي كمان خيار، وفي عنا بندورتين، وفي عندي بصلة يابسة عادية، وبصلة يابسة النوع التاني اللي لونه هيك بيجي على موف. وبالنسبة للجبنة رح نستخدم الجبنة البيضة، مثل اللي بتشبه جبنة الفيتا، اللي هي بتكون ماسكة، يعني ما بتكون للذوبان أو للتسييح. أول شي رح نبلش بتقطيع الخس، وبدنا نجيب صحن غميق أو الصحن اللي بدنا نحط فيه السلطة، وبدنا نقطع الخسة خشنة. بعد ما قطعنا الخسة نبلش نقطع الخيار، والخيار كمان بدنا نقطعه خشن شوي مثل ما بتشوفوا بالفيديو. وهلأ بدنا نقطع كمان البندورة، عم نقسمها لحزوز، وبعدين نقسمها كمان مكعبات يكون حجمها وسط. وهلأ بدنا نقطع الجبنة لمكعبات صغيرة، بس ما بدنا نضيفها دوري على السلطة، بدنا نحطها آخر شي بمرحلة التزيين، لأن هاي الجبنة كتير حساسة، وإذا خلطناها مع السلطة بدها تنخبص شوي. هلأ صار وقت نحضر تتبيلة السلطة. رح نحتاج ربع كاسة زيت زيتون، ورح نحتاج كمان تقريبا معلقتين دبس رمان، رح نضيف لهم معلقة صغيرة ملح، ورشة فلفل أسود، وبدنا نضيف كمان معلقة طعام أوريجانو أو الزعتر البري. وحوالي كمان ربع كوب عصير ليمون. وهلأ بنخلط تتبيلة السلطة مع بعض. وهيك صارت عنا التتبيلة جاهزة. بالنسبة للبصل اليابس بدنا نفرمه جوانح كتير رفيعة، وبعدين نضيفه على السلطة.
بعد ما قطعنا البصلات بدنا نفرفدهم عن بعض. وهلأ بدنا نضيف الزيتون الأسود أو العطون، ونسيت أنا أذكره بالمقادير بأول الفيديو. بس العطون أو الزيتون الأسود هو من أهم المكونات تبعت سلطة السلطة اليونانية. هلأ بدنا نضيف التتبيلة اللي سبق وعملناها. ورح نحرك كل هالمكونات. يا سلام على ريحة السلطة، بتجنن. ريحة الأوريجانو طالعة كتير قوية، وريحة زيت الزيتون، وريحة كمان الزيتون الأسود. طبعا أغلب المطاعم العالمية بتقدم السلطة اليونانية، لأن السلطة اليونانية عن جد طبق كتير معروف. خلصنا توزيع السلطة وتتبيلة. هلأ بدنا نضيف الجبنة على الوش. وألف صحة وهنا. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا أعزائي المشاهدين تشجعونا باللايك. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.